اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. مرتضى منصور مطول معانا الجزء الثالث، جبنا الجزء الاول والجزء الثاني ولسه مكمل. البارح كان اسود خميس، البارح جمع الشلة وقعدوا بقى، بس كلام بلس 18. عشان كده لو ابنك جنبك قومه قبل ما نشوفه قال ايه، لانه ما خلاش حاجة الا وقالها، اشارات بالصوابع والايادي وكلام ما ينفعش يطلع اصلا على قناة تلفزيونية، وبالذات لو كانت مصرية. عشان كده هنجيبه الفيديو وبعد كده نرجع ونرد عليه. محمد رجب. بصوا يا جماعه، الحلقه دي زمان كان بيقول لك ايه، الفيلم ده للكبار فقط. دي اول حاجه للوطنيين. تاني حاجه لكبار السن شويه، يعني نقدر نقول اللي فوق ال60، عشان في الفاظ هتقال مش مني، من غيري. ما تقعدش تقول لي اي يا مامي، اي يا بابي، اي يا اخويا، اي يا توتو، اي يا لولو، ايه دون. من دلوقتي بقول لك اهو، توتو ولولو وماما لحاف نام، عشان هتسمع مش مني انا، المجرمين الشتامين. بيقول لك ايه، هو مرتضى ده لسانه طويل، بيقول ايه، بيقول له وحياة امك الغاليه. هو ده. طب والالفاظ اللي اسمعوها بقى. نبدا الاول، وكلاب المخابرات الامريكيه والمخابرات الانجليزيه بريطانيه، مظبوط كده. بقى لهم اسبوع بيشتموني، يا نهار ابيض، وهيطلع يوم الخميس وهفشخكم تاني. مش انت يا كلب؟ هفشخكم. انا قلت لكم اللي مش عايز الالفاظ يقعد، لانك لما تسمع الالفاظ اللي بيقولوها هتدي بالجزمه. هفشخكم، هفشخكم. لك عندي حاجه، واللي بيقول لك الدوله هي اللي مسلطه يطلع. انت حلفت بالطلاق كم مره النهارده؟ على الطلاق ما حد يجرؤ يقول لي اطلع وما تطلعش. طب اقول لك بقى سر، انا وريتهولك. قالوا لك بلاش قالوا لي بلاش تطلع النهارده. تمام. ما باخدش تعليمات انا من حد، تعليماتي ضميري الوطني وخوفي على بلدي. عرفنا يا جماعه من دلوقتي هذه الحلقه للوطنيين والكبار، مش فوق ال60 طبعا، اللي هم فوق ال12، لكن 13 14 خليه يقعد يتفرج. لما اقول هات سياده القعر، ما تجيبليش القعر تجيبها هي، عشان القعر فيه سيلان. كلام واضح من فضلك. فقال يا عبيط يهبل يا عصايه الغاليه محامي محمود الخطيب، اللي بيغتصب يالا، وانت عارف طبعا الجنائيين. ما اعرفش بقى انت جربت ولا ما جربتش. فالواد محمد علي مهدي ده هتسمعوا قصته دلوقتي، بتهددني انا واولادي واحفادي بالقتل. انت يا مره، يا معفنه، يا مدمنه، يا شمامه، يا وسخه، بتهدديني انا. قصتي جايه دلوقتي. جهزت يا ابني؟ المره كلينكس دي جاهزه عندك وهي بتهددني؟ انت بتقول لي عايزين نرد على الواد الشاذ ابو ضفيره. اصبر يالا، اصبر يالا، ده انت سبت مراتك ونزلت ودفعت 30,000 جنيه كمان. اصبر يالا، احنا مش هنضيع وقتنا مع شواذ زيك. اصبر اصبر، ايه الدور عليك بس، ورحمه امي لا تاكل علقه الاول عشان تعرف انت قليت ادبك على مين، وخلي الكلب اللي مسلطك ينفعك. الحياد خيانه، الهروب خيانه، اللي راح فرنسا يا بلد يتفسح مع معتز المنصوري ومستني نتيجة الماتش بكرة، الاخواني والارهابيين والخونة فازوا، اضرب دقني وارجع. ده اللي انتوا حامينه، ده اللي انتوا عايزين نعتزل له. طب الرئيس والشعب انتصر، اضرب كاب وارجع. لا يا حبيبي، لا، فوق يا بلد. وهذا نقول فوق يا بلد. ده موقف تمام. والافندي اللي جاي من فرنسا على السعوديه، على الامارات، وعلى قطر، على فرنسا تاني، عايز اعرف النتيجه ايه. النتيجه خيبه. دي المواقف اللي بيتحدد فيها البني ادم. انت مع مين؟ انا مرتضى منصور رئيس مجلس اداره الزمالك، في ايدي ايه؟ في ايدي عندي ملايين من الجماهير والاف من الجماهير العموميه. طب طلعها لنا بقى كده سياده القعر اللي عندها سيلان.
والله انا غلطت قلت السيده. انت القعر وخلاص. انا جايب لك قصه حياتك دلوقتي، اصبري. ولاد طليقك ولاد جوزك اللي قاعد في تركيا بيتمول من المخابرات البريطانيه، ها، وصاحبتك ليلى. مش ليلى برضو صاحبتك مرات المرحوم جرير منصور، ها، اللي فضحتك؟ خمرجيه شمامه. انت بتكوني عايزه تكوني ثوره في شعب مصر. انت بتتكلمي عني انا وسخه؟ انا هوريكي بقى انك كدامه من اول يوم، من اول دقيقه. اتحداكي من يوم ما طلعتي يا وسخه طلعتي ورقه. وريه لنا كده يا ابني، ورينا جزئين وهي بتعيط الوسخه. ها، اعري مين ده؟ انت السيلان قدام من ورا، الله يخرب بيتك. ده انت مره مقرفه. انت يالا يا شرموط عايز اول ثوره في مصر، انت حاطط كحل ورج، وهم جايبيني علشان ارد عليكم. بقول لك انا وريت مصطفى الرساله، بيقولوا لي من فضلك عشان خاطرنا ما تطلعش. قلت لهم لا انا بطلع. حلوه البت دي، حلوه. حلوه، بعتنها لي بس. حلوه. يا حول. وزي ما انت بتقول حط النقطه فوق. مش انت بتعمل كده؟ ها، بقول لك ايه، احنا بقى شعب ابن كلب يا ابن الكلب يا واطي. انت بتتكلم عن شعب مصر انه شعب ابن كلب؟ يا شاذ يا قليل الادب. تاني مدمنه وشمامه، تاني مدمنه وشمامه وعندها سيلان انت، وجايز بعديها بقى لما استغاثت بالرئيس السيسي. ده سباير ولا اسمه ايه؟ سبا. سبار يعني سبا. إيه؟ سبا دي تدليك وبتاع والى حاجات كده. سبا. وكانت لا مؤاخذه يعني هي اللي بتقول انا كل شغلتي كنت في شيوخ مش عارف منين ومنين ومنين، مش مكويت يعني، من حتت كتير كده، وكنت بديهم النسوان. يعني قواده وعايزه تقودي ثوره. الفرق بين القواده والقائد كتير يا وسخه، كتير قوي. طيب انا بقول لك كدابه بنت الكلب دي، لو انت تعرف الرئيس هتقولوا له انا اسمي كذا ومواطنه مصريه، واصل انا محمود وشفت محمود وهو طالع ومحمود كان في حضني. يا وسخه يا سافله يا كدابه يا عميله المخابرات يا قذره. ها، المفروض انت بتعرف الرئيس ونايمه في بيت الرئيس وشايفه اولاد الرئيس والهانم حرم الرئيس اللي جزمتها بدماغك انت وامك، تمام؟ وانا مش عايز حاجه من الرئيس، انا بصراحه هنا على الاخر، تمام؟ انا بتكلم عن بلدي. لما انت عارفه الرئيس كده وعارفه بيته وعارفه اسراره، بتقولوا له انا اسمي نرمين يا ريس، انا النهارده بختار محمود السيسي، انا النهارده بختار مصطفى يونس، انا النهارده بختار، هم طلعوا مش جايين ناحيه محمود الخطيب. هتعرفوا دلوقتي كلهم بيدافعوا عنه. انت بتدافع عنهم دلوقتي؟ دلوقتي لا سامعك بتقول لك ايه؟ بتقول الواد ابو اللي ساب مراته 30,000 جنيه ونزل، ما هو بيستريح من كده الوسخ ابو ضفيره. بتقول له انت بترد عليهم ليه؟ هم مش جابوا سيره سيدهم محمود الخطيب؟ سيدنا ده انا لسه هتكلم، ده انا هنا يا اللي حامي محمود الخطيب هو ممدوح عباس. انت لا تستحق ان تكون في مكانك، بس النهارده مش ليله لدي خالص، النهارده ليله لمصر. يا وسخه اللي عندك سيلان خارجه من غير هدوء. انا جاي لكم النهارده ومش عايز حاجه من البلد، انا عايز حاجه من وطني. وقول لسياده الرئيس من فضلك، في حاجات كتير في البلد عايزه تتطهر، والناس مسكوا العصايه من النص. وقعدوا مجلس النواب المحترم اللي انطرد، واخد بالك؟ وممدوح عباس النهارده الكاتب تويتر بقولها لكم، يقول لك ازاي يقتحم يا حط امك، بس انت محمي. ممدوح عباس ده انت محمي. عمرو مقتحم قاعه في شرم الشيخ المدينه المصريه، هو اللي مقتحم. ممكن تجيب لي صوره الواد التاني وحاطط روج الوسخ الحول اهو. يا حبيبتي يا اختي يا حبيبتي يا حبيبتي، لما يشوفوا اتنين عساكر او مخبرين او موتوهم، اسحلوهم. دول قيادات الثوره. ده بجد احنا وصلنا للمرحله دي، احنا وصلنا لمرحله الوساخه دي. بقى البت الشاذه دي اللي حاطه كحل وروج
بتقول للمجرمين اللي هنا لما تشوف ضابط او عسكري او مخبر اقتلوهم؟ اتفرج يا شعب مصر دول مين. ودول بقول لكم تاني بديل السيسي فوضى. ايه رايكم يا شعب مصر؟ وسخه، دعاره، شمامه، بتتكلم عن سيدات مصر الفاضلات. دي اللي عايزه تقوم ثوره المومسات. طب ما تعملوا في ضرب الهوا. ايه ده يا مصر يا وسخه يا حقيره. عرفتوا القصه جايه ازاي بقى؟ عشان هو سياده الرئيس هنا وهنا 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 وهنا. من فضل حضرتك البلد دي بلد جميله ما تستاهلش اللي بيحصل فيها ده. هي دي نرمين. هتتكلمي تاني يا وسخه؟ هتقول لك بقول لها يا وسخه، لا اقول لها يا شريفه يا طاهره، يا اللي ما عندكيش سيلان، يا اللي ما كنتيش بتجيبي للعرب نسوان. ها؟ دي بقى اللي انتوا ماشيين وراها يا جماعه. ده الشرموط اللي اسمه معتز مطر، ده ابن شاديه اللي بيقول لمرسي يا مرسي منسي. ايوه الادب. محمد ناصر عامل فيديو بيقول عليا ان انا جربان. هي مراتك قالت لك يا وسخ؟ لحقت تقول لك؟ طب ما انا بقالي ساعتين ما هرشتش. مراتك قالت لك يا وسخ ان انا جربان وان انا خمرجي؟ خمرجي؟ سيبك التليفون ده. نعم. انت بتشرب سجاير؟ قول لي الكلب ده. ولا شاي ولا قهوه؟ عمري ما شربت شاي ولا قهوه يا كلب. انا اللي خمرجي يا وسخ. وبيقول لك المصدر بتاع جورنال صوت الامه. طب اللي انت نشره ده بقى المضروب ده هحبسك بيه. ده طبعا شوشو اللي كان بيستضيف كل بتوع الشمال. طب هو شوشو ده مش ليه اخ اسمه محمد في امريكا ارهابي؟ يا راجل ده امين الشرطه، مع احترامي كل ما انا الشرطه فوق دماغي، عشان يتعين امين شرطه بيشوفوا عمه للدرجه التاسعه العشره العشرين في القرابه. يعرف ارهاب ولا ده اخوه. وحطيتوا لي عقارات اون الحكوميه الدوليه. شوبير يا جماعه، قصدي عباس فارس. طب نعمل معاك ايه؟ دعوة بالهدايا ودعينا، شكوى واحكام وخدت حكم ومفيش نتيجة. نعمله ايه تاني يا عم؟ حرام عليك يا عم، في اطفال بيشوفوك وبتقول للكبار فقط من 12 سنة شغال. يعني بتعلمهم ايه؟ وحلقة الوطنية ايه؟ يعني مهما كنا مختلفين مع الاشخاص اللي انت قلت اساميهم في الحلقة، ما ينفعش اصلا تقول الالفاظ دي وبالذات على الهوا. ده انا لو قلتها على قناتي على اليوتيوب الفيديو هيتمسح والقناة هتتقفل. لكن انت ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ابدأ من اول شتيمة عند القرموط ولا نحط لها نقطة ولا انا اصلا لسه ما جبتهوش؟ انا قلت حرام اجيب كل الشتايم والسباب في فيديو واحد. لو انا استحملت حضراتكم اكيد ما تستحملوش. لكن والله العظيم الوضع بقى صعب. وبتتكلم على كابتن محمود انه هربان، ولو حصل ايه في البلد هيرجع مربي دقنه. عيب يا سيادة المستشار، يا اصغر مؤلف قانون ومش عارف القانون ازاي بيتألف. ثانيا يعني هل نفهم ان قطع البث عليك في الحلقة ديت طبيعي ولا ده في منها رسالة؟ حد هيقول لي ازاي البث اتقطع؟ نشوف الفيديو ونرجع على طول. مش هنقدر نكمل يا جماعه، بكره نكمل ان شاء الله. اعتقد كده ما عادش فيه كلام يتقال. وماذا اقول بعد الذي قيل؟ يعني الاسطوره قدامكم ومكملين لسه. ده لسه في جزء رابع. شكلنا بنجهز يعني مسلسل 30 حلقه. فعلى اي حال كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وبشكركم جدا وبطلب من حضراتكم نعمل لايك ونشترك في القناه ونشير الفيديو ونفعل الجرس علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، بس يا رب يبقاش فيها كل الشتايم والسباب والاباحة اللي احنا شفناها في الفيديو بتاع النهاردة. وسامحوني ان انا بجيب المحتوى ده، بس لازم نوثق الحلقة
عشان بعد كده يطلعوا يقولوا المبادئ وان احنا ما بنغلطش وان احنا ما بنشتمش، فيبقى معانا الدليل علشان الفيديوهات دي بيمسحوها من على قناتهم. بس ان شاء الله هيلاقوها عندنا. اشوفكم على خير. تحياتي.